وضحت مصالح الدرك الوطني أنه بعد إخماد الحرائق باشرت وحدات الدرك الوطني التحقيقات، حيث تم إرسال فرق متخصصة من خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرائق. كما تقوم وحدات الدرك بالتحقيقات والإحصاء رفقة السلطات الإدارية فيما يخص المتضررين من هذه الحرائق للاستفادة من التعويضات. مجرد اندلاع الحرائق على مستوى عدة ولايات عبر التراب الوطني، تدخلت وحدات الدرك الوطني رفقة رجال الحماية المدنية مصالح الغابات وكذا قوات الجيش الوطني الشعبي من أجل إخمادها وتقديم يد المساعدة للمواطنين. كما تم تفعيل خلايا أزمة على مستوى المجموعات الإقليمية، على المستوى الجهوي وعلى مستوى قيادة الدرك الوطني. بعد إخماد الحرائق باشرت وحدات الدرك الوطني التحقيقات، حيث تم إرسال فرق مختصة من خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الحرائق. كما تقوم وحدات الدرك الوطني بالتحقيقات والإحصاء رفقة السلطات الإدارية فيما يخص المتضررين من هذه الحرائق للاستفادة من التعويضات.